وفجأة الدكتور طلب منك برزنتيشن وانت مش عارف ازاي تعمله، فأنا جايب لك أفضل 5 مواقع هيعملوا لك البرزنتيشن بتاعك في ثواني. وأول واحد معانا وهو ppt.ai. هنيجي نعمل تسجيل الأول، بعد كده نكتب الموضوع اللي احنا عايزينه. مثلا أنا هكتب عن AI، وهنستنى شوية. وزي ما احنا ملاحظين كتب أول حاجة العنوان والمحتوى اللي جوه البرزنتيشن، وممكن تعدل عادي على العناوين لو عايز. بعد كده ندوس Next، وهتلاقي تصاميم كتير جدا وجاهزة. تقدر تختار أي واحد، مثلا أنا هختار ده. ندوس Next، وزي ما انت شايف خلص البرزنتيشن بطريقة احترافية ومنظمة، وتقدر برضو تحمله بصيغة PPT. تاني موقع معانا وهو ChatZ. هنيجي تحت ونختار الخيار ده ونكتب بعد كده الموضوع اللي عايزينه، وهنكتب عن AI برضو. وزي ما احنا شايفين عمل البرزنتيشن، بس هو باللغة الصينية فهنخليه بالإنجليزي. بعد ما خلص هتلاقيه خلاها بالإنجليزية، بس عدد الصفحات قليل فهخليه يزود عدد الصفحات. بعد ما خلص هتلاقيه زود الصفحات وعمله بطريقة احترافية. تالت موقع هو OceanDoc. نعمل تسجيل دخول زي كل مرة. بعد كده نيجي هنا ونكتب الموضوع اللي عايزينه. هتلاقيه بعد كده جاب لك العناوين كلها، وممكن تغير فيهم عادي. وندوس Next. وبعد كده هيكون عندك كذا خيار علشان تختار الشكل اللي انت عايزه، بس للأسف الخيارات مش كتير. خلينا نختار أي حاجة وهنستنى شوية. وزي ما انتوا شايف عمل البرزنتيشن بطريقة حلوة ومنظمة. رابع موقع هو Skywork. أول حاجة لازم نختار خيار سلايدز ونكتب الموضوع اللي احنا عايزينه، وهيكون في خيارات زي عدد الصفحات اللي عايزينها. احنا هنكتفي من 6 ل 10 صفحات، ولون البرزنتيشن يكون فاتح أو غامق، أو نسيب ال AI هو اللي يحدد. وندوس استمرار. ولو لاحظت هو بيشتغل في الخلفية وبيبحث على النت علشان يجيب المعلومات. بعد ما يخلص نقدر نحمله، وتقدر كمان تعدل عليه بإيدك لو في حاجة محتاج تضيفها أو تعدل عليها. خامس وأشهر موقع هو جاما AI. طبعا نعمل تسجيل زي كل مرة، وهنيجي هنا ونختار الخيار ده. هنا عندك 5 خيارات، زي إن يكون عندك نص جاهز وعايز تحوله لبرزنتيشن، أو ملف وعايز تحوله لبرزنتيشن، أو ريميكس تمبلت، بس الخيار ده باشتراك مدفوع. وإحنا في حالتنا دي عايزين نعمل برزنتيشن من الصفر، فهنختار Generate ونكتب الموضوع اللي عايزينه. بعد كده هتلاقيه جهز لك العناوين كلها، ولو حابب تعدل عليها تقدر، وتقدر برضو تضيف صفحة كمان لو عايز. وعندك 4 خيارات لكمية الكلام اللي عايزه، وبعد كده عندك شكل التصميم اللي انت عايزه يكون عامل ازاي، وعندك مرجع الصور يا إما بالAI أو من مواقع على النت. وعندك برضو خيار توليد الصور يكون بأي تصميم، وهتلاقي تصاميم كتير جدا تختار انت براحتك، وكمان تختار شكل أو الستايل بتاع البرزنتيشن. بعد كده ندوس Generate. وزي ما انت شايف عمل البرزنتيشن بسرعة، وتقدر طبعا تعدل عليه وتحمله. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك بتاعك، والسلام عليكم.